اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن البلوت تويست او التواءة الحبكه. من فتره كنت بتفرج على فيديو لروائي شهير جدا بيتكلم عن فكره التواءة الحبكه الاعظم اللي اثرت فيه، وبالصدفه البحته انا بحب جدا الاستدلال اللي هو قال عليه، وهو استدل بفيلم بلانيت اوف ايبس اللي هو سنه 68. البطل وهو ماشي على الشاطئ في النهايه وفجاه بينزل من على الحصان وهو عنده حاله صدمه مش طبيعيه، وبيقع على رجليه وبيقعد يصرخ ويشتم، وفجأة الكاميرا بتتحول وبنشوف لونج او اكستريم لونج شوت تمثال الحرية وهو نصه مدفون، عشان البطل اللي فضل من اول لحظة في الفيلم مقتنع انه عنده السيادة كبني ادم على كل القرود اللي شايفهم ان هم همج، وان ان الجنس البشري هو الارقى، وان هو اللي فاهم عنهم، وان البشر هم اللي مسيطرين على حياتهم. في لحظة واحدة بتتحطم سرديته واحساسه بكل حاجة هو مؤمن بيها. هو كان معتقد انه نزل على كوكب تاني، لكن في اخر لحظة لما شاف تمثال الحرية ادرك انه نزل في المستقبل في مكان البشر فيه انتهوا تقريبا وبقوا المخلوقات الادنى. فدي التواءة ضخمة جدا، ان هي بتعكس كل ما هو مؤمن بيه، كل اللي احنا مصدقينه، كل اللي احنا مقتنعين بيه هيتحول تماما، هيبقى على النقيض. هي دي الالتواء. انا مصدق ان المجرم في الرواية بتاعتي هو فلان، انا بدي اكتر من مشتبه فيه، ففي فلان عندي خلاص انا بدعم بكل الشكوك وبحط اكتر من دليل ان هو الشخص ده، عشان اجي في النهايه او قبل النهايه واعمل التواءة الحبكه دي، اللحظه اللي هينكشف فيها السر واعرف ان عكس كل اللي انا كنت مصدقه هو الشخص الوحيد اللي انا ما كنتش بشك فيه. فهي دي الالتواءة بشكل بسيط. وبرضو من ضمن الحاجات اللي ناس كتير مش هتقولها او ما بتهتمش بيها وهي بتتكلم عن البلوت تويست، هي فكره ازاي انا ببني لها بشكل منطقي. ما هو برضو مش اي حاجه او عامل فيها بلوت تويست. ليه؟ يعني البلوت تويست دي لازم اصلا لما ارجع اقرا تاني الروايه اقول فعلا عندك حق، انا ما خدتش بالي من النقطه دي، او لما انا قلتها كنتش عامل عليها ستريس. بس ما ينفعش تيجي بشكل مفاجئ. ما ينفعش مثلا ابقى انا بحكي عن مجرمين او ناس مشتبه فيهم وفجاه اجيب واحد من الدار للنار كده ما بنتلوش اي حاجه، ما حطيتش حتى في حكايته او وانا بتكلم عنه او هو بيحكي اي حاجه القارئ نفسه يستدل بيها. ما ينفعش كده، انا بضحك على القارئ. دي مش التواء، دي خدعه. او لو انت عايز تعمل بلوت تويست في النهايه لازم زي ما انا مثلا عندي في روايتي هنا مؤسس من اول الاحداث خالص، ان اما ترجع تبص تاني على الاحداث الشخص المجرم او الشخص المسؤول عن كل الفظائع اللي حصلت في القريه هو موجود في قلب الاحداث بالفعل من الاول. ولو انت ركزت اكتر هتلاقي ان كل الدلائل بتشير ليه، هو بتقول ان هو ده، بس انت ولا مره هتنتبه له. هي دي الحرفه اللي انت هتكتسبها مع الكتابه، مع الادراك تاملي للروايات والافلام اللي انت هتتفرج عليها. ليه مثلا انا اتفرجت على مسلسل زي ماوس ومفيش ولا مره قدرت اقول ان ده المجرم، وانا شخص في فرجتي شكاك وصعب ان يضحك عليا، لان شفت معظم انماط الحبكات وشفت معظم النهايات اللي اتعملت في الدنيا، فبالتالي صعب ان حد يفاجئني. فلما تتفرج مثلا على مسلسل زي ماوس، وده انا برشحه لاي حد بيحب نوعية الجريمة، انك لازم تتعلم من العمل ده. ده عمل فعلا هيعقدك وهيسليك عندك تطلعات اكتر، انك ما تستسهلش في الكتابة، ما تستسهلش ان انت تقول حبكة وتنفيها. لا، دي مش شطارة ان انت تبني اساس وفي الاخر عشان تضحك على المشاهد او تضحك على القارئ تقوم عاكس بس ال النتيجة بدون اي سبب منطقي. فدي ما تعملهاش، لان القارئ نفسه مش هيحبك ومش هيرجع يقرأ لك تاني. الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن السرد والحوار. لو المحتوى عجبك يا ريت تتابعني وتسيب لي لايك، ومستني اسئلتكم وارائكم في الكومنتات. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.